في الحلقة التانية من سلسلة خرافات الدايت. المرة دي الخرافة شائعة جدا وسمعتها من أكتر من حد سواء أونلاين أو في الحياة العادية، وهي التفاح الأخضر سالب السعرات الحرارية. يعني لو أنا عايز أخس أو أحرق 100 كالوري لازم آكل تفاحة خضراء. التفاحة الخضراء فيها 67 سعر، والمجهود اللي بيبذله الجسم في هضمها بيحرق 100 سعر، فبالتالي التفاحة واقفة عليا بسالب 33 سعر. ده طبعا كلام مغلوط جدا. ليه؟ اولا لو احنا افترضنا ان الخرافة دي حقيقية، عشان احرق 100 سعر حراري او 3 وحتى 30 سعر حراري، ال 33 سعر حراري اللي المفروض ان التفاحة بتحرقهم لي دول معناهم حوالي 4 دقايق نط حبل متواصل او حوالي 10 دقايق مشي سريع متواصل على المشاية. لو افترضنا انها بتحرق 100 سعر حراري فده معناه 8 دقايق متواصلة نط حبل وما يقرب من نص ساعة مشي سريع على المشاية. فبالتالي مهما كان المجهود اللي ممكن يبذله الجسم ان هو يحرق التفاحية الخضراء عمره ما يوصل ل 100 سعر حراري ولا حتى ل 33 سعر حراري. وعلشان نثبت الكلام ده تطبيق ماي فيتنس بال. لو انا دخلت قلت له اد فود، اخترت سناكس ودوست على ابل، هنلاقي ان التفاحة الخضراء فيها 95 كالوري، 25 جرام كربوهيدرات، 3/10 جرام دهون، و5/10 جرام بروتين. التفاح الاخضر بالنسبة لكمية الصوديوم فهو فيه 2 جرام، في 195 جرام بوتاسيوم، والبوتاسيوم ممتاز، بس لازم نعرف ان البوتاسيوم بيحوش شوية مية في الجسم. في الياف بنسبة 4 جرام ونص، في 19 جرام سكر. ايه اللي بيحصل فعلا لما بناكل تفاح اخضر؟ التفاح الاخضر بيحتوي على سكر الفركتوز بنسبة 19 جرام، وهو زي كل الفاكهة نشويات بسيطة. يعني ايه نشويات بسيطة؟ يعني لما بيدخل الجسم بيتم امتصاصه بسرعة جدا وبيسبب احساس بالشبع عالي جدا بسبب ارتفاع هرمون الانسولين في الدم. بس الارتفاع ده بيكون ارتفاع مؤقت والكيرف بتاع الانسولين بينزل فجأة، وده اللي بيخلينا بعد ما ناكله بحوالي نص ساعة او ساعة بنحس بجوع رهيب جدا بسبب الانخفاض اللي حصل فجأة في هرمون الانسولين. طيب هل الخرافة دي حقيقي ولا لا؟ هي للأسف كانت خرافة، ولو ان احنا كلنا كنا نتمنى يعني انها تبقى حقيقية، لان انا واحدة بعشق التفاح الاخضر. بس لو احنا هندخل التفاح الاخضر في نظامنا الغذائي فلازم ناخده باعتدال، لان هو من الكربوهيدرات. بمعنى ان لو حطينا تفاحة خضراء في الفطار وهناكل نشويات في الغداء وفي العشاء لازم نحسب النشويات دي كويس جدا، لان النسبة المثالية للنشويات هي تكون 50% من وجباتي على مدار اليوم. بس دي كانت كل حاجة عايزة اقولها لكم في فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلكوا على طول. باي.